من حوالي سنتين كنت نزلت فيديو عنوانه أهمية السينما، والحمد لله الفيديو ساعتها يعني حقق نجاح باهر جدا، لدرجة ان تقريبا انا واهلي وشوية من صحابي بس اللي اتفرجنا عليه. المهم بعد تفكير طويل قلت ليه ما ارجعش واعمل نفس فكرة الفيديو بس بطريقة احسن عن الاول طبعا يعني، واضيف شوية حاجات كان لازم تتقال ساعتها، ويا عالم المرة دي الفيديو ينجح ولا هيبقى زي اللي قبله. فالمهم انا محمد مجدي، وخلينا اكلمك عن ليه كلنا بنحب السينما او ايه هي اهمية السينما. السينما كلنا تقريبا بلا شك بنحبها وبنحب نتفرج على الافلام، سواء بقى بالليل واحنا سهرانين او الصبح او حتى في اي وقت فراغ عامه. يعني مثلا انت مضغوط ومتضايق طول اليوم وعايز تعمل حاجه تفك بيها او تبسط بيها شويه نفسك، هتلاقي ان اول حاجه هتيجي في دماغك حتى لو هتعمل غيرها هي انك تتفرج على فيلم. مش شرط فيلم ايه، بس المهم انك تتفرج وخلاص. اكشن بقى، كوميدي، دراما، رعب، انت هتتفرج وهتنبسط. بس اغلب الناس رغم انها بتحب الافلام وبتتفرج عليها الا انها برضو مش عارفه ايه هي الاهميه والمضمون الرئيسي بتاع السينما. هي مثلا مش مجرد شويه ناس جت في دماغهم فكره فيلم مره واحده كده وكلمتين وكتبوا سيناريو ولموا شويه فلوس وجابوا 9 أو 10 ممثلين وحطوهم قدام كاميرا وقال لهم يلا عيشوا وهتقبضوا في الاخر. لا خالص، السينما اكبر من انها تكون عباره عن ناس بيمثلوا ويقبضوا في الاخر ويلموا فلوس الفيلم وخلاص. وانا جاي النهارده يا معلم اقول لك ايه هي اهميه السينما. رقم 1، الكوميديا والواقعية، وجهين لعملة واحدة. الأفلام الكوميدية مهمة جدا وبنحبها كلنا أو أوقات كتير عشان مثلا تخف عننا الهم واللحظات الوحشة في حياتنا. مثلا عندك مثلا أفلام كوميدية أنا ذات نفسي بحبها زي ذا هانج أوفر أو ذا ماسك أو تيد أو أفلام تانية كتير. وعلى الناحية التانية عندك برضو الأفلام اللي بتصدمك بالواقعية بتاعتها والواقع المظلم اللي بتقدمه، زي مثلا فيلم ذا ترومان شو. فيلم جامد جدا بالمعنى الحرفي ومعمول بشكل كويس وبيحكي عن مفهوم التحرر من العالم الوهمي وبيطرح سؤال مهم وهو ايه معنى الحياة. نهاية الفيلم كانت ولا اروع، وبيكتشف فيها البطل ان حياته اللي كان عايشها دي كانت كلها عبارة عن كذبة، وكل ده كان جزء من برنامج، وان حياته كلها كان متحكم فيها من طرف ناس تانية، بس في الاخر قدر يلاقي الطريق للعالم الحقيقي والحرية. عندك افلام تانية زي Grave of the Fireflies، فيلم عظيم لدرجة اني مش عايز اشوفه تاني، حرفيا واحدة من احزن التجارب اللي عملتها. بكل بساطة فيلم بيوريك ان الحروب مش بتخلي العالم احسن، بالعكس دي بتدمره، والاطفال اللي ملهاش اي ذنب والعائلات اللي بتموت في الحروب دي وبتنتهي حياتهم من غير اصلا ما يكونوا اتدخلوا في اي حاجة تسبب الحروب دي. تاني حاجة بتوضح لك أهمية الحياة. طالما اتولدت في العالم ده فأنت أكيد اتولدت عشان هدف معين، في سبب أنت حضرتك اتولدت علشانه، وطول ما أنت بتكبر لازم تدور وتعرف السبب ده كويس. ناس كتير هتقولك إن أهم سبب لوجودك هو مثلا عشان تعمل فلوس أو يبقى عندك وعندك وعندك وعندك، لكن مثلا مفيش حد او ناس قليله جدا اللي هيقولك ان اهم سبب انك تبقى مبسوط. والافلام اللي بتعتمد على المواضيع دي وبتناقشها هي من اكتر الافلام اللي انا شخصيا بحبها. الافلام اللي بتعلمنا مدى اهميه انك تبقى مبسوط وتعيش اللحظه واليوم كانه اخر يوم ليك، والافلام اللي بتقول لنا ان مهم جدا انك تعيش الحياه اللي انت عايزها واللي انت حاببها وبس. تالت حاجه المتعه والخيال. اكيد طبعا واحده من اهم الاسباب الرئيسيه اللي اتوجدت عشانها السينما والافلام هي المتعه، وانك تتفرج عليها اصلا عشان تنبسط وتفصل دماغك خالص عن العالم اللي حواليك وتستمتع بالاحداث والاكشن والاثاره اللي انت بتتابعها في الفيلم. والنوع ده من الافلام اسمه افلام الفشار. افلام مثلا زي افلام السوبر هيروز كلها، او مثلا سلسله ميشن امبوسيبل، او افلام تانية، كلها افلام اتعملت عشان المتعه والترفيه وانك تتشد مع الاكشن بتاعها. اما بقى الافلام المعتمده على الخيال، سواء بقى افلام خيال علمي او فانتزي او اي حاجه تانية، فهي مهمه جدا وبتلعب دور كبير قوي في انها تشغل خيالنا للعالم السحري الواسع والمغامره الخياليه اللي احنا بنتفرج عليها، وبتخلينا نعيش تجارب جميله جدا مع القصص دي ونفصل دماغنا عن العالم الحقيقي اللي حوالينا. بتناقش المشاكل النفسية. الأفلام المبنية على التروما أو الأمراض النفسية في الحقيقة أنا شايفها حاجة مهمة قوي. معظم الناس أو ناس كتيرة مروا وعانوا من مشاكل نفسية وهم صغيرين، سواء من حد من أهلهم أو حتى عن طريق
التنمر مثلا. فطبعا الصحه النفسيه او المنتل هيلث ما هياش حاجه بسيطه او حاجه تافهه عشان نستخف بيها ابدا. والافلام اللي انا هذكرها دلوقتي بتلعب دور كبير جدا وخلتنا نفهم مدى السوء اللي هيبقى بيه الوضع لو ما بطلناش نتعامل مع اللي حوالينا بشكل وحش او بطريقه مؤذيه. فيلم جوكر مثلا، شخصيه ارثر كانت بتتعرض لاذى نفسي لابعد الحدود وهي صغيره. ومن مين؟ من امه. اذى نفسي وجسدي ما حدش يقدر يستحمله، وكمان بقى بيتعامل بطريقه اسوأ بكتير من المجتمع والناس اللي حواليه. في الاخر ده كله ادى لايه؟ ادى لاننا نشوف كائن مش بني ادم، كائن فوضوي، كائن عنده القابليه انه يطلع في وسط الناس ويقول مسا مني ليكوا يا اللي الزمن غيركوا، اخي عليك ومن تاني مش هقدركوا. شفت كميه الوحشيه اللي وصلها. الملخص انه خلانا نشوف شخصيه كل اللي همها هو الخراب وبس. فيلم تاني زي فيلم سبليت ناقش بشكل كويس جدا المرض بتاع انفصام الشخصيه او سبليت بيرسوناليتيز ديسوردر. وكمان شفنا الهاجس بتاع نينا من فيلم بلاك سوان، واللي كان السبب في اننا نشوف النهايه المأساويه بتاعتها في اخر القصه. تقبل الخساره والفقدان. الخساره حاجه صعبه جدا انك تعيش حياتك في ظل وجودها. كل مره وكل دقيقه هتفكر فيها في الشخص او في الحاجه اللي كانت مهمه جدا ومؤثره جدا في حياتك وراحت وخلاص ما بقتش موجوده بعد كده، هتخلي حياتك اصعب وهتبقى عباره عن معاناه مش اكتر. وفي الاغلب معظم الناس اللي بتمر بده بتلوم نفسها قبل اي حاجه. الموت على سبيل المثال حاجه ما يقدرش اي بني ادم فينا او اي حد فينا يتحكم فيها او حتى يقدر ان هو يوقفها او ياجلها على الاقل. كله بايد ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده لازم ولابد ان احنا نتعايش مع ده ونتفهم. عارف ان الموضوع ممكن يكون سهل انك تقوله عن انك تعمله، بس ده للاسف هو الواقع والقدر اللي مكتوب ولازم نوصل. فيلم زي أرايفل واحد من الافلام اللي وضحت الموضوع ده بشكل كويس جدا جدا. عرضت فكرة تقبل الخسارة والفقد وانك تقبل مستقبلك هو حاجة مهمة جدا. التقبل او مصطلح الموفينج اون مش معناه انك تنسى الشخص ده او الحاجة دي للابد، بالعكس هما دايما هيكونوا معاك او بالاصح هيكونوا جواك. وتقبل ده هيخليك شخص اقوى بكتير، على عكس انك فاكر ده هيخليك اضعف. لا، ده هيخليك انسان تاني، انسان احسن، انسان اقوى، وانسان يعرف يتصرف. الوحدة من اهم الحاجات اللي بتعملها السينما انها بتوصل لنا احساس معين بيكون عامل ازاي عن طريق انها تعرضه لنا على هيئة بطل للقصة بيعاني من الشعور ده او الاحساس ده. ومن اكتر الحاجات بالنسبة لي هي الشعور بالوحدة. الاحساس بالوحدة حاجة فعلا مخيفة وصعبة انك تمر بيها، وهي بتبقى عبارة عن حالة ذهنية بيكون فيها الشخص عايز يتواصل مع البشر التانيين بس هو بيفضل حاسس انه وحيد. ومعظم الافلام فعلا بتظهر حقيقة الشعور بالوحدة وعدم الحب من كل الناس وسوء الفهم. على سبيل المثال فيلم هير، واللي بالمناسبة واحدة من أفلامي المفضلة لخواكين فينيكس. في الفيلم ده بنشوف ثيودور واللي هو بطل القصة بيقع في حب الذكاء الاصطناعي، عشان هي حرفيا كانت الشخص الوحيد أو الحاجة الوحيدة تقريبا اللي فهماه في الحياة دي كلها أو متقبلاه وفهماه وحباه بجد عن كل الناس، عن كل البشر، الناس الآدميين اللي من لحم ودم اللي حواليه. معظم الأفلام اللي مبنية على فكرة الوحدة بتورينا انك تبقى وحيد في معظم الاوقات هو حاجه مش وحشه، وان مفيش مشكله انك ما تبقاش محبوب من كل الناس. مش لازم تبقى محبوب من كل الناس، على الاقل انت بتحب نفسك وبتهتم بيها وعارف مصلحتها كويس. مهما كان الوضع اللي انت عليه فانت حابب نفسك زي ما انت، ومش هتلاقي صدقني حد او صعب تلاقي حد يحس بنفس الاحساس ده من ناحيتك. وبس كده يا معلم، يكون خلص الكلام بتاع النهارده واكون اتكلمت عن اهميه السينما او اسباب